كلام على اغتيال عبان رمضان ما هوش كلام بريء، خاصة في الظروف الحالية. عندما يخرج من فم تبون هذا الكلام معناتها النور عنده مخطط، أنه قالوا له قول هذا الكلام، قول هذا الكلام ودافع على عبان وكذا وكذا. ليش؟ لأنه لما نشوف الكلام منا ومنا ومنا وما نربطوش ببعض وبعض نقول بلي أنه هذا صح راهو داه النيف على عبان، ولكن لا. الدفاع على عبان في الحقيقة اللي يخرج من كلام تبون اللي يكره القبائل كره عظيم هو دفاع باش يجمع نفسه، باش يجمع ليه زعما القبائل باش يستعملهم هكذا في الذاكرة نتاعو، لأنه يعرف قيمة عبان عند القبائل، مع أنه كان ناس واحد آخرين أعظم شأن عند القبائل من عبان. عبان ما كانش أفضل واحد ولا أسوأ واحد، كاين اللي كانوا الله يرحمهم خير منه بكثير، ومصيرهم كان مصير يعني تاع غدر، نتاع طعن في الظهر، نتاع خيانة. تذكر الحواس الله يرحمه وعميروش لطفي زيغود عباس الغرور وكثير كثير كثير، يعني كثير منهم اللي باعتهم جهات نافذة فيها قيادة الثورة بعد مؤتمر الصومال مشؤوم. وهذه الجهات على رأسها كما قلت عبد الحفيظ بوسوف، والكلام هذا في الحقيقة بشهادة رموز كبيرة نتاع الثورة. نعرف أنه ما كانش ثورة نقية، ما كانش ثورة يعني بيضاء، ما كانش ثورة ما فيهاش إجرام. والأسف عندنا احنا الثورة نتاعنا يعني كبقية الثورات فيها ظلم، فيها غدر، فيها قتيلة، فيها ظلم كبير لأشخاص ومناطق بأكملها. ولكن المصيبة والله المصيبة أنه احنا علمونا واحنا صغار أنه الثورة نتاعنا عظيمة، الثورة نتاعنا نقية، عبان شهيد، فلان شهيد، عباس الغرور شهيد، ولكن الحقيقة غير. وهذه الحقيقة ما وجهناهاش احنا، هذه الحقيقة نتاع الكذب هي اللي خدمت بهم ديننا واللي كانوا معه. الشيء اللي رانا فيه اليوم من فتن وصراع وتكالب على مبادئ نوفمبر ما جاش من فراغ، جاء من ظلم كبير، ظلم عظيم، وتهميش للناس اللي قدمت كل شيء للثورة، قدمت كل شيء للثورة وما زالت تقدم إلى غاية اليوم عبر أولادها. ناس شمت البارود، قدمت أرواحها فداء. اللي قام بالثورة حقيقة وقاتل وجاع وبرد وانجرح وتمرمد، لقى نفسه بعد الاستقلال خارج دائرة القرار، لقى نفسه يشوف الحركة، يشوف الناس اللي كانت تذبح في المجاهدين، اللي كانت تبيع في المجاهدين، هما في الصف الأول في الحكم، في الدوائر، في المؤسسات، وهو خارج الدائرة. حتى الحقوق نتاعهم تكلت. وشكون المسؤول على هذا الشيء؟ المسؤول هو بومدين على رأس جيش التحرير الوطني، كان مدبر من بوسوف باش يستولي على الثورة. نشفى عنده سنين عبد الحميد إبراهيم رحمه الله، حكى لي حادثة صارت في مؤتمر طرابلس، لأنه هو راح لتماك، راح ككاتب نتاع علي كافي ما كانش يهضر الرومية، كان يهضر العربية، فدا معاه عبد الحميد إبراهيمي اللي كان في ذاك الوقت كان كابيتان، واجتمعوا في طرابلس. كانوا هو